السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. وياكم مهندس عاصم. اليوم راح احكي عن قرار التربيه، هو بتحويل الطلبه المتلكين في الدراسه الاعداديه علمي ادبي الى الدراسه المهنيه. طبعا طلاب العلمي ذكور اناث يروح فرع صناعي بتخصصات تقريبا 20 فرع او هيك، حذكرهن بعد شويه. ويروح ايضا حاسوب وتقنيه المعلومات، هذا باربع تخصصات. بالنسبه للادبي الذكور يروحون فرع تجاري فقط. بالنسبه لجماعه الادبي بنات يروحن تجاري وفرع فنون تطبيقية. تمام. إيه، بداية قبل لا نحكي عن هذا الموضوع، اكو شغلة، مثلا الطالب ما متأكد إذا يروح قبل سادس لو لا، لأن دراسة المهنة تختلف عن العلمي. يعني لازم تدرس رابع خامس سادس، احتمال هيش ما متأكد. فاللي يحب يتأكد خليه يسأل الإعدادية مالته، وهم يعني يفهموه على الكتاب بشكل زين. أوكي. الأغلب ما أعتقد يذبوكم مباشرة سادس يعني مهني. سادس المهني مواد يعني رسم هندسي، مثلا انت طبيت كهرباء مواد تخص الكهرباء والربط وكذا، او مثلا طبيت حاسوب يعلموك على الحاسوب والتفسيخ وصيانة الحاسبات وهاي الامور. دراسة المهنة دراسة عملية اغلبيتها. حلو. فما متأكد، ما اعتقد قبل يذبوكم سادس، يعني ما يذبك مباشرة سادس راح تتعب. اوكي. فتروحون الاعدادية مالكم تتأكدون. شباب، قناة التليجرام اللي بيها الأقسام والمناظرة أنا شرحتها بآخر دقيقتين بالفيديو. تمام. ورابطها راح يكون بالوصف، اللي يريد يطلب الوصف ويشوف شنو بيها، أو اللي يحب يكمل الفيديو للنهاية، هي موجودة بآخر دقيقتين من الفيديو. بيها الأقسام والمناظرة وتفاصيل وراح أشرح، فحتى تكونون بعلم. أوكي. مثلا أنت طبيت تجميع وصيانة حاسوب، اللي هو أحد تخصصات تقنيات الحاسوب. تمام. ماكو شي اسمه هندسة. طلاب يقولون هندسة، لا، دراسة مهنية إعدادية. عود من تطلع يلا ها دا تروح هندسة تقنية أو هندسة عامة بفلوس. فتجميع وصيانة حاسوب مثلا يناظر هندسة كهرباء، هندسة ليزر، هندسة حاسوب، علوم حاسوب، هندسة إنتاج، هندسة كهروميكانيك. مثلا أنت رحت هندسة ميكانيك، أنت محدد بهندسة ميكانيك وهندسة مثلا كهروميكانيك فقط. أنت مثلا رحت هندسة كهرباء، أنت محدد بكهرباء واتصالات وحاسوب فقط، ما عندك غيرها. تمام. وتربيات وهاي الأمور أيضا متقبلك. أوكي. بينما بالعلمي أنت متوفر لك كل شيء. مساوئ المهني: الطالب لازم يطلع من العشرة الأوائل. حتى شنو دا ينقبل صباحي وين؟ بالجامعة التقنية، اللي هي جامعة تعتبر كلش عادية وشهادتها مو كلش قوية. انت بالنهاية راح تكون مهندس تقني. يطلع من العشرة الأوائل ويتعب حتى يروح هناك مجاني. فرضا هو طلع من العشرة الأوائل، أو ما طلع من العشرة الأوائل، راد يداوم بجامعة مثلا مستنصرية، تكنولوجية، بغداد، موصل، كربلاء، بصرة. يقول له يابا تعال تنقبل مسائي وتدفع فلوس. بالنسبة للأقسام مثل طب حياتي هاي 3 ملايين، باقي الهندسات 1.5 مليون، العلوم 1.5 مليون، يعني علوم تطبيقية 1.5 مليون، يعني فمساوئ. فرضا طالب لا طلع من الأوائل وما عنده إمكانية، ما عنده غير المعاهد. زين انت رايح وتعبان وعايف العلمي وعايف الدنيا كلها على مود تروح مهنة، تروح معهد او اذا تروح جامعة تقنية تدفع، واذا ما طلعت من الاوائل بالتقنية تدفع فلوس، وبالتكنولوجيا او الجامعات الكبار هم راح تدفع فلوس. انا ابد ما انصح بالمهني صراحة. يقولون اكو موازي، بس هو هم كله بفلوس يعني. فصراحة ابد ما انصح بالمهني. فهسه راح اوضح لكم التخصصات الموجودة بالفرع الصناعي وبالفرع التجاري وبالفنون التطبيقية وبتقنية المعلومات، حتى تشوفون وتعرفون وين تروحون. اوكي. هذا هو الكتاب مال التربية. فقايل المتلكئين بالسادس الإعدادي انتقال للمدارس المهنية، بس ما قايل إنه مباشرة يروحون سادس مهني لو إعدادية مهنية. فإذا قايل إعدادية مهنية احتمال يبلشكم يعيدكم رابع خامس سادس مهني. حلو. فتروحون الإعدادية تتأكدون من هذا الموضوع. نجي الفرع العلمي ذكور إناث ينقبل فرع صناعي وفرع الحاسوب وتقنية المعلومات. حلو. نجي التخصصات الموجودة بالفرع الصناعي شنو هي؟ الفرع الصناعي بي كهرباء، إلكترونيك وسيطرة، اتصالات، صيانة مصاعد، أجهزة طبية، توليد طاقة كهربائية، صيانة منظومات الليزر، تكنولوجيا الإعلام، ميكانيك، سيارات، تكييف، لحام، مكنكة زراعية، ميكاترونكس السيارات، تكنولوجيا السباكة، تكنولوجيا صناعية، صناعات الغذائية، صناعة البتروكيماوية، البناء، التجارة، الخزف، النسيج، الطباعة، معالجة المياه، شبكات، رسم هندسي، تكرير نفط وغاز. المساحة 27 تخصص بالفرع الصناعي. عندنا الفرع الصناعي وفرع الحاسوب وتقنية المعلومات. فرع الحاسوب تقنية المعلومات يحتوي أربع تخصصات: تجميع وصيانة حاسوب، شبكة الحاسوب، أجهزة الهاتف والحاسوب المحمول، محمولة، الإدارة الإلكترونية. هاي الفرع العلمي انتهى. نجي
السادس الأدبي ذكور، وين يروح؟ الفرع التجاري محاسبة وإدارة فقط، ماكو غيرهم. تمام. نجي الفرع الأدبي إناث، الفرع التجاري وفرع الفنون التطبيقية. فرع التجاري محاسبة والإدارة، وفرع الفنون التطبيقية فن التربية الأسرية، فن الديكور. تمام. وهسه راح أذكر قناة التليجرام اللي بيها الأقسام المناظرة لكل تخصص، وحاذكرها بالفيديو بعد هذا، وأيضا موجودة بالوصف، قناة الوصف اللي يحب يدخل عليها. أوكي. القناة مال التليجرام اللي قلت راح أحطها بالوصف، لكن حطيتها نهاية الفيديو. هسه مثلا الأقسام، يعني أنا ما حصرت مال الأقسام مال الجامعة التكنولوجية. يعني أنت هندسة ميكانيك، شوفوا مقابلة تكييف وهواء، صيانة مصاعد إلى آخره. هندسة كهرباء قبالها كهرباء وإلى آخره. هندسة مدني بس بناء ورسم هندسي. اتصالات كذا. هندسة حاسوب، هندسة كيمياوي، هندسة سيطرة، كل شي قباله. لكن بهاي الجامعات الكبار قبولكم مسائي. حلو. كل الأقسام على 1,400,000، عدا هندسة الطب الحياتي اللي صايرة رقم 12 يقابلها أجهزة طبية، هاي 3 ملايين. حلو. الباقي كله 1,400,000. هاي مال الجامعات الكبار. حلو. نجي أيضا هاي أيضا تخصصات هنا. الكهرباء كاتب لك قبل هندسة كهرباء سيطرة، هندسة كهروميكانيكية فقط. أبو المصاعد، أبو الأجهزة الطبية قبل كهرباء سيطرة، وهكذا كل من على الأقسام المناظرة إله. تمام. هنا التخصصات مال في الجامعات التقنية. حلو. يعني البناء يقول لك بناء وإنشاءات ورسم هندسي، مساحة، إنشاء وطرق، بس ذني محدد بيهن. أبو الكهرباء قدرة كهربائية وإلكترونيك، وهاي كلها محدد بيها. قلنا الرابط راح يكون بالوصف، أو إذا تريد تشوفه منه تحفظه وتكتبه بعد بكيفك. حلو. عندنا هذا ملف. تمام. ملف شامل. هنا مثلا هندسة قسم العمارة، صناعي، رسم هندسي صناعي، مساحة. حلو. يقول لك تروح بزن الأقسام. مدني فلان شي، هندسة مدني، كهرباء إلى آخر الهندسات كلها. تمام. يخلص الهندسة تبدأ علوم وتكنولوجيا من شنو، زراعة، علم البيئة وكذا. يعني اكو زراعي واكو اشكال، بس الزراعي ما مشمول على العلمي. تمام. هنا تجاري محاسبة، هاي إدارة اقتصاد مثل ما قلت لكم. وهاي الأقسام الإنسانية، التربيات. يعني ممكن هنا التربية تنقبلون، لكن ما مشمول الأقسام مال ذني مال مهني. من أغلب الأقسام على شو اسمه على العلمي. أوكي. هذا الملف. وهذا أيضا فيديو ثاني أنا شارح بيه كل الأقسام، يعني مفصل عن المهني. فهي هاي القناة تقريبا. مثل ما قلت لكم، شوفوا الفيديو، شوفوا الشرح، واللي يختار هاي بعد كيف أنا سويت اللي عليه ووضحت لكم. شكرا للمشاهدة مرة ثانية.